مساء الفل عليكم، تحياتي لكم من قناة يمين الماجد. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على عجبكم ورضاكم، وأهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ. طبعا صايمين وعايزين حاجات حلوة كده تكون جميلة. عايزين كمان شوية صوصات كده نزوق بيهم التورت والبسكوتات. عايزين كمان صوص كده حلو يتحط على الكيك. عايزين بقى نوتيلا صيامي. عايزين برضو صوص فراولة صيامي. عايزين الحاجات الحلوة دي بقى يا شيف اللي بتخلينا نزوق الأكل كده ونخلي طعمه حلو، بس بشرط ان يكون الحاجات دي تكون على قد الايد، يعني ما تقولناش روحوا اشتروا واشتروا، لا. تمام، عينيا ليكم. النهارده هعمل لكم ألذ واحلى صوصات ممكن تتخيلوها في حياتكم. على ضمانتي الشخصيه هتدمنوها، لا هتبطلوا تعملوها لا صيام ولا فطار. مش بس كده، ده انتوا هتقدروا بقى مش بس تاكلوها كصوصات، لا تقدروا بقى تزوقوا بيها حاجات حلوه جدا جدا. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة، اتمنى تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر، تفعلوا الجرس على كلمة الكل. ما تنسونيش في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. وبشكر كل اللي بينتسب في قناتي، اتمنى توصلوا دعمكم وانتسابكم للقناة. انا جبت دلوقتي ايه؟ جبت حليب جوز الهند. طبعا حليب جوز الهند انا عملته لكم قبل كده، واسيب لكم لينكه في صندوق الوصف، وهنقول واحنا بنشتغل عملناه ازاي. جبت كوبايه من حليب جوز الهند، دوبت فيها معلقتين كبار من النشا ورفعتهم على النار. بنعمل ازاي يا شيف حليب جوز الهند؟ بمنتهى البساطه، بتجيبي 4 معالق من جوز الهند الناعم وبتحطيهم جوه مج ميه مغلي، وبعد كده بتسيبيهم، وبعد كده بتضربيهم في الخلاط. بيبقوا زي الحليب اللي بتشتريه من بره بالظبط. للمكونات بتاعتنا ضفت ذره صغيره من الفانيليا و3 معالق كبار من السكر، وفضلت برضو اقلب. ولما قلبت على النار ابتدى طبعا القوام يتقل لان دي نشا. نقول المكونات تاني: كوبايه من الحليب جوز الهند، عليها معلقتين كبار من النشا، نرفعهم على النار، واول ما يبتدوا يتقلوا نحط 3 معالق او 4 معالق من سكر البودره على حسب مذاقهم بقى، ورشه خفيفه من الفانيليا علشان خاطر تدي نكهه وريحه حلوه. تقدروا تستخدموا بشر البرتقال وتملوا بيتكم ريحة حلوة وجميلة جدا وطعم ملوش حل. وهنجيب دلوقتي ونكمل باقي الوصفة بتاعتنا. هنكمل بقى، هنجيب تاني كوباية من حليب جوز الهند، وهنحط عليها برضو معلقتين من النشا علشان نكون أول صوص عندنا أو أول حاجة هنعملها، ونرفعهم على النار برضو. وأول ما يبتدوا يتقلوا معايا هضيف هنا حاجات تانية. أول حاجة هضيفها ده النوتيلا الصيامي. هضيف معلقة صغيرة من القرفة، معلقة صغيرة من القرفة، و4 معالق كبار من الكاكاو الخام المحلى. هنا بقى هنضيف المحلى مش الغير محلى، عشان احنا هنضيف هنا، نعمل هنا نوتيلا. وهتبقى معايا القوام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هجيب اي شوكولاته صيامي عندي، وخصوصا الشوكولاتات اللي بتبقى في الكريسماس كده بتبقى كتيره جدا وماليه البيوت. هجيب مكعبين منها وهضيفه، ممكن شوكولاته مطبخ صيامي، وابتدي ان انا اقلب. هلاحظ ان القوام تقل معايا، هبتدي انزل بشويه ميه صغيرين قوي او شويه من حليب جوز الهند برضه، ونكمل بالوصفه بتاعتنا. واول ما القوام يتقل احط معلقه صغيره من الزيت، مش بكتر زيت. في ناس بتعمل النوتيلا ان هي تضرب الزيت في الشوكولاته، بس انا بحسها بتبقى تقيله. دي بتبقى خفيفه كده وسبليت ولذيذه قوي قوي. ونبدأ ان احنا نقلبهم كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونحطهم على جنب بعد ما يبتدوا يغلوا كده ويبردوا، وهنشوف قوام النوتيلا الخطيرة جدا جدا. دي بقى ولادكم هيدمنوها في الساندوتشات. مش بس كده، ده انتوا تقدروا تحشوا بيها الكيكات، تقدروا تحشوا بيها التورت، تقدروا تحملوها في البسكوتات، تقدروا تعملوا تزوقوا بيها بيتي فور صيامي، كوكيز صيامي، صابلي صيامي. اي حاجه كده صيامي تقدروا تزوقوها بالجمال ده. وكمان الجاتو والتورت رهيبه، وزي ما قلت لكم تقدروا تعملوها لاولادكم في السندوتشات. تاني صوص بقى والتوب الصوصات اللي انا بعتبره رقم واحد، صوص الكراميل. وده بيدخل بقى مع كيكه البرتقال والموز، بيبقى حاجه رهيبه. كوباية من السكر برفعها على النار بالشكل ده، وأول ما تبتدي إن هي تتكرمل على نار هادية جدا، أنزل عليها بكوباية من المية، وابتدي إني أنا أنزل واحدة واحدة، ما انزلش صدمة واحدة كده عشان الصوص ما يبقاش يتجمد مني. وابتدي ان انا افك فيه بالراحه خالص لحد ما يوصل للقوام اللي انتوا شايفينه. طبعا ده مش صوص، ده سكر وميه. هنبتدي ان احنا نجيب ربع كوبايه من الميه، هنحط عليها معلقتين كبار من النشا، ونبتدي ان احنا نقلبهم. على فكره ممكن تستخدموا حليب جوز الهند، بتبقى دسمه وحلوه شويه يعني اكتر من الميه. وننزل بالراحه. طبعا الميه بتكون بارده اللي بندوب فيها النشا عامه.
اي ميه او اي حليب بندوب في النشا بيكون بارد عشان النشا ما تكتلش. ونبدأ ان احنا نقلبهم بالشكل الظريف اللي انتوا شايفينه كده. واول ما تبتدي تتقل معانا بالجمال ده يبقى معانا ألذ صوص كراميل ممكن تتخيلوا في حياتكم. الصوص ده بنعمل بيه ايه بقى؟ الصوص ده بنحشي بيه التورت والبسكوتات والجاتوهات، وبنحطه مع الكيكه اللي هي كيكه البرتقال، بيبقى خطير فوق. يعني تعملي كيكه البرتقال تحط عليها صوص الكراميل رهيب. تالت صوص بقى بمناسبه ان هي هتبتدي بقى تنتشر وتكتر في الاسواق، الفراولة. بجيب زي ما انتوا شايفين كده ربع كيلو من الفراولة، وهنبتدي ان احنا نغسله ونقطعه ونضيف عليه نص كوباية من السكر وربع كوباية من المية وارفعهم على النار تاني. ربع كيلو من الفراولة، نص كوباية من السكر وربع كوباية من المية ونرفعهم على النار لحد ما تبتدي بقى الفراولة تتهري معانا حرفيا وفعليا. في الوقت ده نعمل ايه؟ نضربهم في الخلاط ضربا مبرحا لحد ما احس خالص ان مفيش اي تكتلات عندي جوه الخلاط ابدا. وساعتها بقى ننزل بباقي المكونات اللي هتكون معانا التوبنج الفراولة الخطير جدا جدا. بصوا بقى اهم حاجة في التوبنج ده النعومة بتاعته، شايفين؟ ناعم كده جدا. هو ده اللي بيطلع معايا حاجة حلوة قوي قوي. بعد ما تبتدي نرفعهم على النار بالشكل ده هضيف بقى المكونات بتاعتي. ابتدي ان انا اضيف معلقة من النشا كبيرة على ربع كوباية من المية واقلبهم، ممكن معلقتين لو حابين الصوص يبقى تقيل شوية. ونبتدي ان احنا ننزل شوية بشوية عليهم بالشكل ده. وطبعا عشان ندي نكهة الفراولة القوية نجيب اي عصير او اي اسانس فراولة بنشتريه من بره. لو مش موجود ممكن ما تحطوهوش. معلقة صغيرة بس من روح الفراولة او بودرة الفراولة بتلاقوها عند العطار كتير جدا جدا. تحطوا معلقة بس بتلاقوا الطعم رهيب جدا جدا. طبعا بتقلبوها لحد ما تبتدي ان هي تتقل بالشكل ده. بقي معاكم تالت صوص معايا النهارده في الحلقه وهو صوص الفراوله. كده احنا عملنا 3 حاجات: عملنا النوتيلا الصيامي، عملنا صوص الفراولة، عملنا صوص الكراميل، وعملنا صوص الشوكولاتة. طبعا في الاول عملنا اللي هي المهلبية الصيامي. تعالوا نزوقها كده وندلعها تبقى مش مجرد مهلبية عادية. ده انا جبت الكوبايات بتاعتي وهبتدي ان انا اقدم الحاجات دي كمشروبات ساخنة في فصل الشتاء وكمشروبات ساقعة في فصل الصيف. يعني تقدروا تحطوها التلاجة في الصيف وتقدروا تاكلوها وهي دافية كده وحلوة في الشتاء. ما اقولكمش الطاقه اللي بتديها. بنصبها في الكوبايات بالشكل ده وننزل بقى بالتزويق. انا عملت شويه كده بصوص الفراوله. طبعا الولاد بيحبوا جدا المهلبيه بتاعت الفراوله، وممكن على فكره تعملوا بديل للفراوله البرتقال بتبقى حلوه قوي قوي. وتقدروا كمان تعملوها بالموز. طبعا عندكم اي فاكهه في الثلاجه تطلعوها واشتغلوا بيها. ما عندكمش فاكهه اكيد عندكم مكسرات، ما عندكمش فاكهه ولا مكسرات اكيد عندكم تزويق اللي هي بتاعت الفرماسيلا والشوكولاته الحاجات دي. ولو ما عندكمش حاجة خالص مش مشكلة، هو هيبقى أصلا حلو من غير أي حاجة خالص. شايفين النوتيلا تقيلة ازاي؟ شايفين أحلى من بتاعة بره؟ تقيلة جدا جدا يعني. دي بصوا تحسوها خطيرة. تحطوا معلقتين كده على او معلقه واحده صغيره على كوبايه المهلبيه بقت معاكي دانت صيامي رهيب جدا جدا. يبقى احنا عملنا كده زبادي قصدي عملنا مهلبيه الفراوله وعملنا الدانت. ودلوقتي نعمل بقى المهلبيه بالكراميل الخطيره جدا جدا. دانت برضو بالكراميل. يبقى عندنا دانت بالشوكولاته، عندنا دانت بالكراميل، وعندنا دانت بالفراوله، وكله ده صيامي. ده انا لما خلطته على بعضه. الحركه التانيه ان انا هعملها طبقات. احط طبقه كراميل، طبقه فراوله، وطبقه شوكولاته بالشكل ده على طبقه المهلبيه نفسها الصيامي اللي احنا عملناها بالشكل ده. وساعتها نبتدي ان احنا نعمل توبينج من فوق او تزويقه من فوق. ودي بتكون على قد الموجود عندكم او الحاجات الموجوده جوه البيت. مش عايزاكم ترهقوا نفسكم او تشتروا حاجه. تقريبا كل الحاجات اللي عملناها النهارده بتتكون من السكر وحليب جوز الهند. وقلت لكم كمان تعملوه ازاي. يعني حليب، يعني جوز هند وسكر ونشا ومكعبات شوكولاته. بقى عندنا حلو جميل جدا وجامد جدا جدا. ما اشتريناش اي حاجه من بره وعملناه على قد الايد قوي قوي قوي. ده الشكل النهائي. لا لسه كمان شويه هنعمل ايه؟ هنحط بقى التزويق بتاعنا. جبت الفراوله بقى قطعتها، وجبت لو عندنا موز هيبقى حلو جدا في الوصفة دي. لو عندنا شوكولاتة، لو عندنا فرماسيل، أي حاجة تحبوا تزوقوا بيها. أنا سايبة لكم التزيين على مزاجكم. دي فواكه مسكرة عملناها من قشر البطيخ وهسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. دي مكعبات شوكولاتة صيامي بجوز الهند. وممكن نحط كمان فراولة وحاجات كتير جدا. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل. ما تنسونيش بقى في لايك وشير الفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وشكرا من كل قلبي من كل قلبي
قلبي للناس اللي بتدعمني بلايكاتها وكومنتاتها الحلوة. شكرا ليكم جدا جدا، أنا بستمتع جدا بقراءة كومنتاتكم، ويعني أتمنى لكم كل الصحة والعافية. تابعوني في وصفات كتير صيام إن شاء الله، كل يوم وصفة صيام بإذن الله، إن ربنا ادانا عمر. تحياتي ليكم بألف هنا وشفا، وأشوفكم دايما يا رب على خير قريب.